أهلا وسهلا بكم متابعي أفلام الخمسين الكرام. في المستقبل البشر بينقسموا لقسمين، ناس عادية وناس روبوتية. النهاردة هنتكلم عن فيلم بيجمع بين الأكشن والدراما بطريقة هتخليك متشوق ومتحمس من أول دقيقة لآخر دقيقة. الفيلم اللي بتبدأ أحداثه في سنة 2025 وبتبدأ أحداثه بشاب وهو رايح البنك، ولما بيدخل على السكانر عند المدخل بيكتشفوا إن عنده ذراع صناعي، والموظف بيعتذر له على الإزعاج، والعميل بيتوجه للخزنة وبيطلب إن هو يفتح 3 صناديق مستأجرة باسم آتيلا. وفي الخزنة الشاب بيسحب الصناديق المعدنية التقيلة جدا على الطاولة بإيد واحدة وبيخلع دراعه الصناعي، ولما الموظف بيبص وراه الشاب بيطلع دراع بايونيك من الصندوق وبيركبها بسرعة على كتفه، والموظف بيكتشف متأخر إن في حاجة غلط، وفجأة آتيلا بيرمي الموظف بعيد جدا وبيبدأ يكسر الصناديق واحد ورا التاني بدراعه الجديدة الخارقة جدا، وفي الآخر بيلاقي كيس من الألماظ. لكن فجأة موظفين الأمن اللي في البنك بيدخلوا عليه وبيضربوه، بس الشاب بيفلت منهم لكنه بيتصاب إصابة خطيرة. ورغم كده آتيلا بيوصل للممر، بس بيلاقي الشرطة مستنياه وبياخد موظفة من البنك رهينة وبيحبس نفسه في مكتبها. ولما الشرطة بتدخل المكتب مش بتلاقي غير موظفة وحفرة في الأرض، وبره البنك بنلاقي آتيلا وهو بيطلع أنفاسه الأخيرة وهو بيطلع من حفرة في الشارع، وبنلاقي أخوه آتور مستنيه بره، ولما بيشوفه بيجري عليه علشان يساعده، وآتيلا بيديه الأحجار المسروقة، وآتور بيجري بسرعة علشان يجيب الموتوسيكل بتاعه بالرغم من إن آتيلا بيطلب منه يسيبه. وبعدين لما آتيلا بيعرف إن هو هيعطل أخوه بيرفع ذراعه الحديدية وبيكسر رقبته، وهنا آتور بيضطر إن هو يركب الموتوسيكل وبيمشي. وهنا المشهد بيتنقل لذكريات ماريا سانتوس، بنت رياضية مشهورة واللي بتكون بتتدرب في رياضة الوثب العالي من صغرها، وكانت بتجهز علشان تحل مكان والدتها، لكن أختها جابي هي اللي بتدخل في الرياضة دي قبلها بعد ما بتركب ساق صناعية حديثة. وبنعرف إنه من بداية سنة 2030 العالم كله هيمر بثورة صناعية عالية جدا في عالم البايونيك، وده اللي بيؤدي لظهور أطراف صناعية جديدة في السوق واللي بتزود قدرات المعاقين بشكل كبير جدا مقارنة بالرياضيين العاديين. ونتيجة لكده جابي أصبحت بطلة أولمبية وبتاخد ميداليات ذهبيه واخدت مكان ماريا. ولما بنرجع لقصه آتيلا بنعرف انه كان ملاكم مشهور من الطراز الاول ونجم صاعد في عالم الرياضه، وانه لما ظهر علم البايونيك عرض نفسه للاصابه علشان يحصل على طرف صناعي حديث، لكن خطته اتكشفت وتم إلغاء التصريح الخاص بيه للطرف الصناعي. وبنلاقي محقق البوليس بيطلب تحليل صورة للوشم بتاع آتيلا علشان يحاول يعرف مين شركائه في الجريمة. بعد كده بنشوف باقي عصابة آتور بيعبروا عن تعزيهم لموت آتيلا، وبيظهر آتور وهو بيوريهم المسروقات، واحد منهم خبير في عالم التكنولوجيا اسمه جوس بيفحص الألماظ وبيكتشف انه مش أحجار قيمة زي ما كان متوقع، وان المبلغ اللي هياخدوه صغير، لكنه برضه بيطلب من آتور $1,000,000. وآتور بيقترح عليه يعملوا عملية سرقة تانية، وبيقترح عليه انهم يعملوا اطراف صناعيه جديده لانه دلوقتي اصبح خبير فيهم. وبعد كده الرجاله بيروحوا الملعب اللي ماريا بتتدرب فيه، وبنكتشف ان جوس هو اخوها، وبنعرف ان رجل جابي اتبترت بسبب ورم جالها وهي صغيره، وبعدها اضطرت انها تركب ساق صناعيه حديثه، وان جوز كان على طول بيحضر تدريباتهم وهم صغيرين، وان ابوهم كان بيتدرب مع واحده من الاخوات وامهم بتدرب الثانيه. لكن بعد وفاه امهم المفاجئ العلاقه بين ماريا واخوها بقت اقوى، ودلوقتي جم هو وآتور علشان يساعدوها. جوز بيقول لماريا انه انضم المجموعه بتساعد الرياضيين اللي موقفهم صعب بسبب الثوره البايونيه، وبيدعوها ان هي تنضم اليه، لكن ماريا مش بترد عليه. في الوقت نفسه بنلاقي الشركات المصنعه للاطراف الصناعيه بتناقش تكنولوجيا جديده مع ابو البنتين واللي اسمه ريكاردو، وبنعرف ان تركيزهم الاساسي هيكون على الالعاب البيونيه في التسويق، وجابي هتكون الوجه الرئيسي للشركه. بس علشان ده يحصل لازم جابي تحطم الرقم القياسي العالمي الجديد. ولما بنرجع لماريا بنلاقيها راحت تكلم آتور وبتطلب منه طريقه جديده علشان تنجح، وهو بيقترح عليها التشويه الذاتي بالرغم ان ده غير قانوني. وبالليل ماريا بتروح تحضر حفله مخصصه لجابي، لكنها لما بتشوف نجاح اختها بتحس بالنقص وبتتهم الرياضيين البيونيين انهم مش رياضيين حقيقيين. وبعد جدال شديد بين جابي وماريا بتركب الموتوسيكل بتاعها وبتجري بسرعه بيها بالليل، وفجأة بتخبطها عربية، ولما ماريا بتفوق في المستشفى بتكتشف ان رجليها الاثنين ما بقوش موجودين، وجابي وريكاردو بيحاولوا يهدوها لما بتبدأ تنهار. وفي نفس الوقت المحققين بيكتشفوا ان وشم الجمجمة اللي على دراع آتيلا كان رمز للرياضيين الغير بيونيين، وان آتور كمان كان عنده نفس الوشم. وهنا بنعرف ان الاخين كانوا بيدافعوا عن حق الناس في الاختيار بين ان يكونوا عاديين او بيونيين، وفي الاخر المحقق بيقرر ان هو يتتبع آتور. وفي الوقت ده جابي بتعلم ماريا ازاي تتعامل مع الطرف الصناعي الجديد بشكل صحيح، وبتضغط على اختها علشان تسيب العكازات وتقف على رجل واحده. وهنا بنكتشف ان ماريا متحمسه جدا لمستقبلها مع الاطراف الصناعيه الجديده، وبعدين ماريا بتخضع لاختبارات طبيه وبتشوف الشريحه اللي غيرت الاطراف الصناعيه وخلتها تلقط كل الاشارات من الدماغ وتنقلها بدقه عاليه جدا للطرف الصناعي، وفي الاخر بيتم زراعه الشريحه دي في دماغها. وماريا بتحصل على طرفها الصناعي الجديد وبتبدا التدريب، وريكاردو بيكون واقف ومعجب باصرارها،
وجابي بتنصحها ازاي تتعلم كل امكانيات الطرف الصناعي. وهنا بيظهر اتر وجوس وهما بيخططوا لسرقه شاحنه مصفحه، وبيقرروا انهم محتاجين لماريا. المحقق بيستمر في متابعه اتر وبيحدد موقع ماريا وبيراقب تدريبها، وبيشوف الفني داريو وهو بيطفي شريحتها بسبب انخفاض الطاقه، وماريا بتقع وهي بتنط، وداريو وجابي بيشرحوا لها انه لو ظهر رقم 0 على الشاشه المدمجه في معصمها هتدخل في غيبوبه. وبعدين ماريا بتقابل اتر وبتحاول تغير رايه عن عمليه السرقه، لكنه بيقول لها انه بيعمل كل ده علشان الناس اللي حياتهم اتدمرت بسبب ظهور الاطراف الصناعيه البيونيه. وبالليل بنشوف الشاحنه المصفحه وهي ماشيه في شوارع المدينه، وفجاه السائق بيشوف شارع مسدود وبيلف حسب العلامات، لكن وهو بيلف ماريا بتزق الشاحنه برجلها المعدنيه وبتقلبها، وبعد كده ماريا بتنط على السطح وبترمي قنبله صعق جوه الشاحنه. ولما الحراس بيطلعوا اتر بيظهر وبيقتلهم، وماريا بتتصدم، وجوس بيستغرب سذاجه ماريا، واتر بيعترف ان اخوها هو اللي خطط العمليه، وبنعرف ان الخطه ليها جزء تاني، وان في شحنه من الشرائح الذكيه هتوصل للمدينه قريب، وانهم لو دفعوا مبلغ كبير للهاكرز هيكتشفوا مكان ووقت ظهورها، وان في 10 رياضيين سابقين هيتحولوا لبيونيين بعد العمليه دي. ماريا بتتقبل ده، لكنها بتطلب من اخوها يبعد عن اتر، لكنه فجاه بيعترف انه دايما بيحس بالنقص في عيلته الرياضيه. ولما بنرجع للشاحنه الحارس الناجي بيقول انه شاف شخص بيوني بيهاجمهم، والمحقق بيشك في ماريا لانه شافها مع اتر، وبيرجع يتحقق من الحادث اللي ماريا فقدت فيه اطرافها، وفجاه بيلاحظ ان مكالمه الطوارئ جت قبل الحادث. وتاني يوم الصبح ريكاردو بيقول لبناته انهم هيشاركوا في الالعاب البيونيه، وانهم هيكونوا هم الخصمين الرئيسيين، والبنات بيبداوا تدريب مكثف تحت اشراف المحقق اللي بيشوف كل النزالات، لكنه لما بيحاول يسال ماريا عن الحادث بتاعها بتسيبه وبتمشي. لكن ريكاردو وجابي بيسمعوا تسجيل الحادث وبيحسوا ان المكالمه غريبه، لكن الاب بيبقى مش عايز يسمع اتهامات ضد بنته، وجابي بتبدا تفكر في اللي حصل. وفي الوقت اللي الاب بيدرب فيه ماريا، جابي بتسمع لمكالمه الطوارئ تاني وتالت، وكانها بتسمع اغنيه لعبد الحليم. واخيرا بيجي يوم الالعاب البيونيه، وبنبدا بجابي اللي بتنط عشان تكسر الرقم القياسي العالمي اللي هو اساسا مسجل باسمها، والبنت بتنط وبتطير 15 متر، وماريا بعدها بتنط وبتغطي 17 متر وبتكسر رقم اختها. وفجاه ثالث متسابق بينسحب من الالعاب، ودلوقتي الاخوات بيتنافسوا ضد بعض، بس جابي بتنط تاني وبتعدي علامه ال 18 متر والجماهير بتشجعها، وماريا في قفزتها الثانيه بتستعيد الصداره مره ثانيه وبتكسر رقم اختها بربع سنتيمتر. وفي اللحظه دي اتر بيتم ابلاغه بمكان ووقت وصول الشرايح، وده بيكون الوقت للقفزه الثالثه في المسابقه. وفجاه داريو بيلاقي شحن شريحه جابي منخفض بشكل خطير، وبيحاول يوقفها وهي مش بترضى، والفن بيحذر ريكاردو وماريا، لكن جابي بترفض تسمع كلام باباها واختها. وجابي بتجري وبتنط لكنها بتقع في الرمله وبيغمى عليها، والجماهير بيصرخوا في المدرجات، وبيتم الاعلان ان ماريا بقت بطله الالعاب البيونيه الجديده. بعد كده جابي بتروح العياده، والاطباء بيقولوا لها انها هتعيش، لكن الشريحه فقدت الاتصال مع الدماغ، وماريا بتلوم باباها على ده، وجوس هنا بيفكرها بالمهمه بتاعتهم. وفجاه جابي بتفوق وبتقول لها انها عرفت ان حادثه ماريا ما كانتش صدفه، وده لانها سمعت اغنيه ماريا المفضله في الخلفيه بتاعت مكالمه الطوارئ وفهمت كل حاجه. بعد كده ماريا بتروح لاتر وبترفض التعاون معاه في خطته، وهو بيفكرها بكل عنف انها ما ينفعش تنسحب من المهمه دي، بس برضه هي بتمشي. وبالليل رجاله اتر بيختطفوا جابي من المستشفى، وماريا اللي بتكون شالت رجلها الصناعيه قبل النوم ما بتقدرش توقفهم. وتاني يوم ماريا بتضطر ان هي تروح لاتر، وهو بيكشف عن خطته المجنونه اللي فيها ماريا لازم تنط بين مبنيين المسافه بينهم 25 متر، وده علشان توصل للشرايح. والمشكله هنا ان رقم ماريا القياسي كان 18 متر بس، ومساعدين اتر بيشكوا في قدرتها، لكنه بيفكرهم بجابي وبيوعد ماريا انها لو خلصت المهمه دي هيطلق سراح اختها. وماريا بتجري وبتطير وبتخترق زجاج المبنى المجاور وبتضرب الحراس وبتاخد العلبه اللي فيها الشرايح، وبعدين بتنزل الجراج العربيه اللي مستنياها وبتسوقها وبتهرب من المبنى. وفي نفس الوقت بنلاقي المحقق وهو بيوري داريو وش ماريا المكشوف في كاميرات المراقبه بتاعه المبنى علشان ياكد له اشتراكها في كل الجرايم. ولما بنرجع لماريا بنلاقيها بتلاحظ موتوسيكل بيطاردها، فبتوقف على جنب، وسواق الموتوسيكل بينزل وبيقف قدام عربيه ماريا، وفجاه ماريا بتضغط على دواسه البنزين وفي نوبه غضب بتدوسه. لكن لما ماريا بتخرج علشان تتاكد من موت اتر بتلاقي انها خبطت جوس، وهنا ماريا عماله بتصرخ من الصدمه، واتر بيناديها بسخريه وبيقول لها انه خايف يواجه رجلها، فبعت لها جوس. فماريا بتحاول تهاجمه لكنهم بيضربوها لحد ما بيغمى عليها. وهنا ماريا بتفوق في وكر اتر وبتسمعه بيتكلم مع راجل لابس طاقيه، وبتعرف انه بدل ما يساعد الرياضيين غير البيونيين انه بيستخدم الشرايح المسروقه دي علشان يعمل صفقه مع رجل اعمال، واللي بيستخدم التكنولوجيا دي علشان يعمل جيش لنفسه من الجنود البيونيين. ولما بيفتحوا العلبه العصابه بتكتشف انهم سرقوا اكتر من 10 شرايح وبيفرحوا جدا. واتر بيوري ماريا الشرايح، لكن البنت بتحدف العلبه بعيد وبتبدا تضرب في افراد العصابه واحد واحد، واللي هي بقت بتكرههم جدا. وبتواجه اتر اخر واحد، واللي بيمسك جابي علشان يحاول يوقف اختها ماريا، لكنها برضه بتعرف تقتله. وبعد كده ماريا بتعرف ان مشاكلها لسه ما خلصتش لما بتسمع صوت انذارات عربيات الشرطه، وهنا جابي بتقنع اختها
ان هي تهرب، ولكن هي بتجري خارج المبنى، والمحقق والبوليس بيطاردوها لحد ما بيوصلوا لمدرجات الاستاد. لكن ماريا ما بتستسلمش وبتتسلق على سياج شائك علشان تقدر تبعد عنهم، والمحقق بيقول لها تستسلم، لكن ماريا بتنط بس مش بتقدر تبعد بعيد علشان بتتعلق من رجلها الصناعيه، ورجال الشرطه بيحاولوا يمسكوها لكن ماريا بتفك رجلها الصناعيه وبتقع. وفي اللحظه دي جابي على رجل واحده بتظهر بعربيه وبتاخد اختها بعيد عن الشرطه، وبعد ما بيمروا بتجربه مهدده للحياه مع بعض، وهنا بيفهموا ان التنافس اخرته وحشه جدا والافضل انهم يساعدوا بعض. وبتمر 6 شهور وبنعرف هنا ان البنتين لسه هربانين من البوليس، والمحقق بيعلن ان العمليه نجحت وان الشرايح المسروقه تم العثور عليها وان عصابه اتور تم تدميرها بالكامل. وبعد كده بنعرف ان البنتين عايشين في مكان متداري وبيديروا مدرسه للاطفال ذوي الاعاقه وبيعلموهم الرياضه، وانهم لسه على تواصل مع صديقهم الفني داريو واللي بيوفر لهم اطراف صناعيه حديثه. وفي يوم من الايام ماريا وجابي بيقابلوا شريك اتور السابق صاحب الطاقيه واللي عايز يكون جيش بايوني، والاختين بيثبتوا له ان كل اللي هو محتاج له 3 جنود. وعند اشارتهم جوس المعدل بيونيا بيخرج من العربيه وبيبين له انه باستخدام التكنولوجيا الجديده بيقدر يتوقع حركات خصمه، وده بيخليه يكسب على طول في اي وقت. والراجل هنا بيعجب بمهاراتهم جدا وبيوافق على توقيع عقد ثلاثي معاهم واللي بيقرروا ينفذوه مع بعض. بس خلاص ولحد هنا بيخلص فيلمنا. لايك شير سبسكرايب واشوفكم الفيلم اللي جاي.